شارع مراكش المزدحم يعج بالحياة، والسيارات تصطف على الطريق المزدحم بينما يتجول فهيم. في أحد شوارع مراكش يوجد ثعلب اسمه فهيم، يجبر الناس على الدفع له على الرغم من أنهم لم يطلبوا ذلك. يخرج الأسد من سيارته الفاخرة، يقترب منه الثعلب الماكر والغضب مرتسم على وجهه. ينفجر الثعلب الماكر غضبا: إلى أين أنت ذاهب يا صديقي؟ أين رزقي؟ لقد كنت أقوم بتنظيف سيارتك لمدة ساعتين. يرد الأسد ببرود: من طلب منك تنظيفها؟ لم أطلب منك أبدا أن تفعل هذا، والسيارة مؤمنة وكل شيء قانوني. في قلب شارع مراكش الصاخب تلقي الشمس الحارقة بظلال طويلة، بينما يواصل فهيم والأسد تبادلهما الساخن. فهم غاضبا يرد: وا 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 يا سيادة العارف بكل شيء، تركب سيارة فارهة وتتحدث معي وكأنك مسؤول. كفى من الكلام الفارغ، ارفع رأسك قليلا وانظر إلى الناس الذين يعملون في الشارع. يرد الأسد بازدراء: وهل هذا عمل؟ أنت تطلب المال دون أي حق، أنا أعمل وأدفع ولا أبحث عن شفقة في الشارع. يصرخ فهيم بغضب متزايد: يا صديقي، ليس لديك قلب ولا مشاعر. أمثالك يجب أن يعيشوا وحدهم في الغابة، مساكين، حتى المطر يخيفكم، وتأتون إلى هنا لتتصرفوا بتعال في ضربة قاضية أخيرة. يقول الأسد باستخفاف: دعني أقول لك بصراحة، اذهب وابحث عن وظيفة حقيقية وتوقف عن التسول. أنت تحرج نفسك